زمن الإملاءات انتهى، وإذا كنت تهددين بالخلع فأنا أبشرك بالطلاق البائن. بهذه الجملة القاطعة حسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقفه من فرنسا، موجها رسالة صارمة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. لعقود طويلة حاولت باريس الإبقاء على نفوذها في الجزائر متسترة بشعارات التعاون والشراكة، لكن اللعبة انتهت، والخيط الأخير الذي كان يربط البلدين بدأ يتقطع. لم يكن في حسابات ماكرون أن تهديداته ستقابل بصمت قاتل من الجزائر قبل أن يأتيه الرد بضربة لم يكن مستعدا لها. في الوقت الذي تراهن فيه فرنسا على قوتها الاقتصادية ووجودها الدبلوماسي، تعلم الجزائر أنها تمتلك ورقة رابحة: الغاز والطاقة. في عالم تحكمه الأزمات، من يسيطر على الطاقة يمتلك القرار. الجزائر تدرك ذلك جيدا، وترفض أن تبقى تحت رحمة أي قوة تحاول فرض شروطها عليها. منذ أشهر تصاعدت حدة التوتر بين الجزائر وباريس، خاصة بعد أن لوحت فرنسا بمراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل داخل الأراضي الفرنسية. هذه الاتفاقية التي ظلت لعقود أحد أهم ركائز العلاقات الثنائية أصبحت اليوم سلاحا في يد السياسيين الفرنسيين، خاصة مع تصاعد نفوذ اليمين المتطرف الذي يطالب بتشديد قوانين الهجرة. فرنسا التي كانت ترى في هذه الاتفاقية وسيلة لضبط تدفق العمالة الجزائرية وفق شروط تخدمها اقتصاديا، تجد اليوم أن هذه الامتيازات لم تعد تتماشى مع حساباتها السياسية الجديدة. لكن المشكلة أن الجزائر لم تعد ذلك البلد الذي يمكن الضغط عليه بقرارات أحادية، فكما تلوح باريس بإعادة صياغة اتفاقاتها، ترد الجزائر بخياراتها الخاصة، والتي قد تشمل فك الارتباط نهائيا مع فرنسا سياسيا واقتصاديا وحتى دبلوماسيا. قرار مراجعة اتفاقية 1968 ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو انعكاس لتحولات أعمق في العلاقات بين البلدين. بالنسبة لفرنسا، فإن إنهاء الامتيازات الخاصة بالمهاجرين الجزائريين قد يكون ورقة رابحة لكسب تأييد الشارع الفرنسي الذي بات متأثرا بخطاب اليمين المتطرف. أما بالنسبة للجزائر فالأمر يتعلق بسيادتها وكرامتها الوطنية، خاصة بعدما أصبح واضحا أن باريس تريد فرض شروط جديدة على الجزائريين دون أي مقابل حقيقي. إذا مضت فرنسا في تنفيذ قرارها، فإن مئات الآلاف من الجزائريين المقيمين هناك سيواجهون تحديات كبيرة، مثل فقدان امتيازات الإقامة وصعوبة لم شمل العائلات، وحتى احتمالية الترحيل لمن لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم القانونية. لكن في المقابل تمتلك الجزائر أوراقا لا تقل خطورة، أبرزها الغاز والنفوذ الإقليمي. في ظل أزمة الطاقة العالمية، فإن أي تصعيد مع الجزائر قد يضع باريس في موقف حرج، خاصة وأن الجزائر أصبحت لاعبا رئيسيا في سوق الغاز، وهي قادرة على توجيه إمداداتها نحو شركاء أكثر موثوقية مثل إيطاليا وألمانيا وحتى الصين. من الناحية التاريخية، فرنسا لم تكن مستعدة أبدا لفقدان نفوذها في الجزائر. بعد الاستقلال عام 1962 عملت باريس على الإبقاء على مصالحها الاقتصادية والسياسية عبر أدوات متعددة، من بينها اتفاقيات الهجرة وعقود الطاقة والتعاون الدبلوماسي. لكن الجزائر اليوم ليست الجزائر التي عرفتها فرنسا قبل عقود. إنها قوة إقليمية صاعدة، تعرف كيف تستخدم أوراقها التفاوضية، ولا تخشى اتخاذ قرارات جريئة حتى لو كانت تكلفتها عالية. إذا قررت فرنسا المضي قدما في إلغاء اتفاقية 1968، فإن التداعيات لن تقتصر على المهاجرين الجزائريين فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. فمن يضمن ألا ترد الجزائر بإعادة النظر في التعاون الاقتصادي أو حتى تقليل صادراتها من الطاقة إلى فرنسا؟ في عالم يشهد تحولات جذرية في موازين القوى، لم يعد بإمكان باريس أن تتصرف كما في السابق دون أن تتحمل العواقب. الأيام القادمة ستكون حاسمة، فإما أن تمضي فرنسا في قرارها وتواجه تبعاته الدبلوماسية والاقتصادية، أو تجد نفسها مضطرة إلى مراجعة حساباتها أمام جزائر جديدة لا تقبل بالإملاءات.
لكن السؤال الأهم هنا، هل ماكرون مستعد لخسارة الجزائر كشريك استراتيجي؟ وهل تستطيع باريس تحمل تكلفة صدام مفتوح مع قوة إقليمية تمتلك أحد أهم موارد الطاقة في العالم؟ بالنظر إلى المعطيات الحالية، يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تسير نحو مرحلة غير مسبوقة من التوتر، وربما تتجاوز أزمة الهجرة إلى ملفات أكثر حساسية، مثل النفوذ في إفريقيا والتعاون العسكري وحتى المصالح الاقتصادية المشتركة. الجزائر اليوم لا تتعامل بردود الأفعال، بل تخطط وتناور بحذر، واضعة نصب أعينها مستقبلها كدولة ذات سيادة. ماكرون قد يحاول استغلال ملف الهجرة لأغراض داخلية، لكن عليه أن يدرك أن الجزائر لم تعد ذلك البلد الذي يرضخ للضغوط الفرنسية. الأيام القادمة ستكشف الكثير، لكن المؤكد أن فرنسا أمام اختبار حقيقي. هل تستطيع التخلي عن الجزائر، أم أنها ستعود مجددا إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة؟ المرحلة المقبلة ستكون مفصلية، ليس فقط في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بل في تحديد معالم جيوسياسية جديدة في المنطقة.